الغموض عبارة على صفة فوق ما درناها في شي حاجة كنرجعوها أكثر جاذبية. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على كيفاش تكون عندك شخصية غامضة، ولكن ماشي غير هاد الشي. الفيديو كيعالج حتى كيفاش بنادم ما يبقاش يتجاهل. راه الا كنتي شي واحد اللي كيتجاهلوه الناس، عائلته، اصدقاء ديالو، هذا كيعني انك ناقص الغموض. راه واحد الحاجة اللي ضروري خاص تكون في كل انسان الا بغيتي تكون عندك شخصية قوية او كاريزما، راه ضروري من الغموض. اوكي، وخاص ضروري تبدا تفكر باش تكتسبها. ما تنساش دير جيم الفيديو وتبرك على داك الجرس اللي لتحت باش يوصلك الفيديوهات الجايه. نبداو. الانسان الغامض كتكون عنده هيبه وشخصيه قويه وكاريزما. نقدر نجي عندك دابا ونقول لك بزاف ديال الحوايج تبقى ديرهم، ولكن قبل ما نبداو كاينين 3 ديال الحوايج مهمه خاص تاكد عليهم. الاولى هي الطريقه ديال الهضره، كيفاش خاصك تهضر. تاني حاجه هي العلاقه ديالك مع الناس الاخرين، خاصها تبدل. ثالث حاجه هي الشخصيه ديالك، خاص تكون فيها واحد الجاذبيه وتكون زوينه، حيت الا كانت عندك شخصيه ماشي زوينه فتما كتسمى معقد ماشي غامض. المهم هادو بثلاثه نهضروا عليهم وغادي نشرحوهم. اوكي، نبداو باول حاجه. نهضروا على الطريقه ديال الهضره، يعني كيفاش خاصك تهضر مع الناس الاخرين. خاص يعني تكون هضرتك موزونه وتكون هضرتك قليله، ماشي كتبقى غير كتهضر 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 ويعني حتى تحسبها. ماشي كلشي خاص تشاركو مع الناس، ماشي اي حاجه جات في راسك خاصك اي فكره جات في راسك تشاركها مع الناس، لا. كتكون هضرتك موزونه وكتهضر غير شويه وبشويه يعني وقليله. فإلا شفنا الناس الاخرين اللي كتكون عندهم شخصيه قويه فكتلقاهم ما كيهضروش بزاف، ماشي كثيرين الكلام، وفي نفس الوقت يعني كتلقاهم هضرتهم موزونه، كيهضروا غير شويه وبشويه، ماشي اي فكره او اي حاجه جاتهم في راسهم كيقولوها. تاني حاجه هي كون ديما عكس النقاش، يعني ما بحال دابا الناس مثلا كانوا كيتناقشوا في شي موضوع، فانت كتعطي واحد الراي ديالك كيكون مختلف، وهاد المساله هاد تكون ديما عكس النقاش، ماشي تكون معكس. يعني راه كاين فرق ما بين انك تكون معكس وبين تكون عكس النقاش. يعني بحال دابا الناس كانوا كيعطيو الراي ديالهم على شي حاجه ولا كيتناقشوا على شي موضوع، كتعطي انت الراي ديالك، ولكن الراي ديالك كيكون مخالف، يعني ماشي يعني كتلقاه بطريقه كتلفت الانتباه للناس اللي كيكونوا كيتناقشوا في داك الموضوع، يعني كيردوا البال لهضرتك في داك النقاش اللي كانوا كيتناقشوا فيه. ثالث حاجه، دائما هضرتك خاصها تكون معقوله ماشي اعتياديه. بحال دابا مثلا كانوا في شي عرس اولا كنتو مثلا في شي جماعه ولا في مجمع، فهنايا يعني ما كتبغي، يعني اغلبيه الناس كتلقاهم كيهضروا مثلا على كي داير مع الخدمه، كي داير مع الدراري، اليوم كيهضروا على احوال الجو، اليوم الشتاء ولا الشمس ولا. فانتيا كتحاول انك تعطي واحد يعني واحد الكلمات ماشي اعتياديه. مثلا كتسول كي مثلا شي شخص اللي كتهضر معاه كتسولو كتقول مثلا اش من فيلم كيعجبك، وإلا قالك مثلا هذا الفيلم ماشي كتسكت، كتقول له علاش، شنو السبب، يعني كتهضر بطريقه غير اعتياديه. رابع حاجه وهي اخير حاجه في اطار الهضره، خدم جمل غير تقليديه. هذه اهم حاجه في اطار الهضره، يعني يكون مبدع في اختيار الجمل في الهضره ديالك، في الرد ديالك، يعني على الاسئله ديال الاخرين، يعني كيفاش ترد على الناس الاخرين. هذا الشيء اللي كيضمن ليك تخلي واحد الانطباع في الدماغ ديال الاخر. مثلا الا سولك شي واحد مثلا يقول لك كي داير، الاحوال ديالك، الا قلتي له لاباس الحمد لله فهنا كتبان عادي، او لا. اما الا قلتي له مثلا شويه ولا مثلا قولوا لاباس، فهنا راه كيرد البال الهضره ديالك. ماشي دائما يعني خاص تكون يعني كتجاوب بطريقه اللي هي سلبيه، لا، راه تهضر تجاوب حتى بطريقه اللي هي ايجابيه، غير هي كيف ما قلنا ماشي
بطريقه اللي اعتياديه مولفين كاع الناس كيردوا بها. بخلاصه هاد الحوايج اللي خاصك تفكر فيهم. اول حاجه هدر شويه بشويه. تاني حاجه كون مخالف للاراء. ثالث حاجه وجهة الحوارات ديالك في اتجاهات الجاذبيه. رابع حاجه هي خدم جمل غير اعتياديه. تاني حاجه في هذا الفيديو هي المسافات بينك وبين الناس. اول حاجه نبداو باول حاجه في هاد المسافات بينك وبين الناس هي البارطاج في السوشيال ميديا. يعني ماشي نهار كامل كتبارطاجي في السوشيال ميديا على حياتك اليوميه، كتبارطاجي يعني مثلا دوك الصور اللي كيكونوا فيهم كلمات، فهنا كتكون عطيتي للناس واحد الانطباع عليك، يعني كيوليو عارفين الشخصيه ديالك كيفاش دايره. تاني حاجه فهمت تختار صحابك. يعني ماشي اي واحد جا راه غادي تختارو يكون الصديق ديالك. الا لاحظنا الناس اللي كيكونوا يعني عندهم شخصيه قويه ما كتلقاش اي حاجه كيبارطاجيوها مع الناس في السوشيال ميديا، ما كتلقاهمش يعني عندهم كثره الاصحاب، يعني كتلقى يعني عندهم اصحاب قلال. يعني كدير اصحاب قلال اللي تقدر تثق فيهم وتقدر ان يعني تعاود لهم، ماشي اللي جا تبقى تعاود له اللي جا يكون الصديق ديالك. لا يعني ماشي اي واحد نقدروا نثقوا فيه. تفهمنا؟ ثالث حاجه حافظ على الهدوء ديالك. يعني كيفاش حافظ على الهدوء ديالك؟ الا لاحظتوا المسلسلات كيكونوا فيهم ابطال يعني ديال هاد المسلسلات هادو كيكونوا عندهم واحد الشخصيه قويه. فالا جا شي واحد مثلا هضر فيهم اولا قال له شي كلمه استفزتهم ما كيجيوش ويردوا عليه بواحد تلقائي، لا حتى كيفكروا يعني كتلقاهم هادئين ولو الموقف كيما بغى يكون كيتحطوا فيه كتلقاه هادئ، وحتى الا رد كيرد بواحد الجواب اللي هو لبق. يعني فاش كتكون هادئ في الشخصيه ديالك، الا قالك شي واحد شي حاجه استفزاتك وسكتي يعني كيكون عندك واحد الفرصه فين انك تفكر واش اصلا داك الجواب ديك الهضره اللي قال كيستاهل انك ترد عليه ولا ما كيستاهلش. هنا كتكون عندك شخصيه قويه. رابع حاجه عيش الحاضر. منين جيتي ما نعرف، فين مشيتي فين غادي ما نعرف، المستقبل ديالك حتى واحد ما خاصو يعرفو. نسى الماضي. وتي لو وقعت لك شي حاجه في الماضي خايبه اللي ماتك وازماتك بزاف وخلاتك انك كل مره تفكرها، فإلا عاودتيها كتعاودها لاقرب الاصدقاء ديالك فقط. وبخلاصه اختار صحابك مزيان، حافظ على الهدوء ديالك تحت الضغط، وعيش الحاضر. الجزء الثالث في هذا الفيديو نهضروا على الشخصيه الغامضه. لان الا كانت عندك شخصيه غامضه وماشي زوينه هنا كتسمى معقد وحاسب في راسك. اما الا كانت عندك شخصيه غامضه وزوينه فهنا يعني كيكون الواحد يعني كيبغيو الناس يعرفوا عليه يعني بزاف د الحوايج. تفهمنا؟ نبداو باول وحده، كون مزيان. يعني الواحد الا كنتي هاد الجمله ديال كون مزيان كتعني بزاف، عندها بزاف ديال المعنى، معنى ديالها كبير. يعني معناتها تكون رحيم وتكون طيب، تكون يعني كتصدق يعني سواء بالمال او لا باللسان ديالك او لا اوتوماتيكمون هنا كتخلق واحد الطاقه واحد الكاريزما في اعماق ديال الشخصيه ديالك. راه منين كنقول لك ما ديرش صحاب بزاف، ما تهضرش بزاف، ما تثقش في كل شيء، راه هنا ما كنعنيش بها انك تكون خايب في التعامل ديالك. لا يعني الا كنتي كتوقف مع الناس وكتعاونهم وما كتهضرش في ظهرهم وما كتسمحش فيهم، راه هذا الشيء كيخليهم يثقوا فيك ويعطوك فرصة باش يعني كيبغيو يهضروا معاك، كيبغيو يتعرفوا عليك اكثر. تفهمنا؟ ثاني حاجة هي موت على ود الكلمة ديالك. يعني الا قلتي شي واحد شي وعد وفي به واخا يكون فيه ما عرفت شنو، يعني انا عطيت لشي واحد شي كلمه هنا كانوا في بها واخا ما عرفت شنو، يعني هنا كتخلي الناس انهم يزيدوا يثيقوا فيك اكثر. ثالث حاجه كون غير متوقع. يعني الواحد ماشي ضروري نفس يعني السيستم اللي شافك به الواحد هاد المره يشوفك به مره اخرى. يعني الواحد يقدر مثلا يخلق شي حاجه اللي كتلفت انتباه الناس، مثلا يعني الواحد ماشي كيف ما يعني يعرفوه الناس هاد المره يعرفوه مره اخرى يعرفوا، لا يعني الواحد مره كيدير شي لوجيست يعني كيبقاو الناس كيبقاو يعني ما كيتوقعوش منك. طبعا لوجيست يكون زوين. ورابع حاجه هي اخر حاجه نخليكم نتوما تقولوها لي في الكومونتيرات.
صافي باش تزيد تعطي الانسان واحد الغموض وتعطيه شخصيه قويه. ما تنساش دير لايك لداك الجرس باش دائما يطلع لك الجديد ديالنا.